برج الحوت، صلوا على محمد وعلى آل محمد، الصلاة على الرسول تيسر الأمور. برج الحوت مهما كانت المشاكل والعراقيل غتغلب عليها طاقة إيجابية وطاقة الخير والبركة والوفرة، طاقة التعويض الإلهي على كل حاجة ضاعت لك. وأيضا غادي يجازيك على الصبر ديالك، لأنك أنت من زعماء المعاناة يا برج الحوت. حوت وقوس وحمل. إذن هاد الأبراج تعتبر من زعماء المعاناة والأسحار والعين والحسد. وخاصة يا برج الحوت، أنت برج عاطفي حنون معطاء كريم، تتحب الأسرة وتحب اللمة وتحب الأبناء، وتستغلوا العاطفة ديالك والمشاعر ديالك والحنان ديالك والكرم ديالك، وتيغدروك ويخدلوك، وأيضا يتقربوا لك باش يعرفوا أمورك أو باش يستغلوك. لهذا وأيضا خدلوك وظلموك وكسروا قلبك. عندك قدرة على التحمل يا برج الحوت. أنت شخص تتحمل أي حاجة وصابر وصامد وهادي في طريقك. إذا أيضا هذه الفترة، إذا كل هذه الأمور اللي مرتك وما كانت عندك قدرة، الله عطاك قدرة تحمل قوية. كره انت الله شنو واقع لك. لهذا ما شاء الله عليك يا برج الحوت. ربي غيجازيك على كل حاجة ضاعت لك، وغادي يعوضك على كل خسارة، وغادي تشوف أعدائك تياخدوا الصاعصاعين إن شاء الله يا برج الحوت. إذا عندك هذه الفترة عدم تفاهم وبعض المشاكل مع برج الدلو. أيضا فبرج الحوت هذه الفترة تعاني بعض المشاكل الصحية أو بعض نزلات البرد، أو أيضا انتبه، ربما بعض منكم زار الطبيب أو بعض منكم غادي يروح للطبيب. أيضا عندك حد من أهل ديالك مقلق ومريض، يا إما أنت مريض يا إما بعض الأقارب منك، أحد الأسرة ديالك، ربما الوالدين، ربما أهل الشريك، ربما عندكم مشكل، مشكلة ربما في القلب أو مع المشاكل الصحية. لكن إن شاء الله ربي غادي يعطيك كل ما تمنيتي إن شاء الله. مولود جديد عندك يا برج الحوت في الأسرة ديالك، تيمدك بالطاقة ويمدك بالحيوية والنشاط. ولا الملاذ الوحيد هو هاد الطفل أو هاد الطفلة. هي اللي تنسيك أو هو اللي تنسيك في المشاكل، يعني سواء أنثى أو ذكر، المهم طفل صغير تيمدك بالطاقة الإيجابية. عندك أوراق في محكمة، أوراق إدارية عالقة غادي تيسر لك. أيضا طرف ثالث هو سبب مشاكل بينك وبين الشريك. إذا أيضا عندك خيانة من صديق قريب لك. إذا انتبه يا برج الحوت، ما تأمنش أسرارك، كفى اللي شتي واللي عرفتي، ما داش عليك القليل يا برج الحوت من الأسحار، كل ألوان الأسحار، سحر الشتات وسحر الفراق وسحر عفوا وسحر المرض وسحر وقف الحال. تتكون الأمور غادة كل شيء تيوقف. أيضا العين والحسد، أنت محسود من أقرب المقربين لك. إذا لازم يا برج الحوت تستافد من دروس الماضي وتصحح أخطائك. عندك لقاء بين شخصين هذه الفترة. إذا شخصين كل واحد في جنسية. إذا أيضا هذه الفترة غتسد العجز ديالك، لأن عيتي دائما كثرة التفكير وقلة النوم، عندك بعض المشاكل عالقة، ربما توتر مع الشريك، ربما مشاكل الحياة وأزمات مالية، ربما أولا العين والحسد، بعض منكم عندكم مس وعندكم قرين وعندكم تابع من كثرة الأسحار وكثرة العين وكثرة الحدس عفوا، وكثرة الطعونات والمشاكل. ولا عندكم مس ولا وليتي متبوع ومرصود ومحسود من أقرب المقربين، الأقارب عقارب لك يا برج الحوت. إذا رقي نفسك وحصن نفسك، حتى أن عندك في البيت ديالك طاقة سلبية، عوارض عاملة لك، عندك عوارض عاملة لك نحوسات وعكوسات ومشاكل. إذا كانت عندك إذا هاد الأمور عندك مشاكل مع أهل البيت ديالك. إذا لازم تنظف طاقة بيتك وتنظف طاقة الأبناء
الأبناء ديالك، وأيضًا لأن حتى هاد المشاكل اللي دازت الطاقة السلبية والأمور اللي مرّات عليك غادي تأثّر الأبناء ديالك في الصحة ديالهم، وحتى اللي معاك في البيت أو المحيطين أو الأهل ديالك. إذًا لازم تنظّف طاقتك وتنظّف طاقة البيت ديالك. إذًا دائمًا تستمر في الرقية والتحصين باش تنجّي راسك من العين والحسد. إذًا برج ال الحوت هاد الفترة عندك مستجدات خيالية ومفاجآت مفرحة. إذًا أنت هاد الفترة مالك الروحانيات والقلب الطيب. راح عندك الحدس العالي والق وال وال ال ال الحدس العالي أيضًا ال الروحانيات العالية عفوًا، تتخلّيك تشوف العدو من الصديق هاد الفترة. إذًا هاد الفترة غتنهي تنتهي مرحلة وتمر مرحلة جديدة. إذًا غتكون عندك أمور كلها غتحاول ترتّب الأولويات ديالك وترتّب أمورك إن شاء الله بالقوة ديالك والإرادة ديالك والعزيمة ديالك والصبر ديالك والدبلوماسية. قهرتِ أعدائك. أيضًا وليتِ تخدم في الخفاء وفي سرية تامة. وضعتِ حدود بينك وبين أي حاجة غادي تقلقك وتوترك وتعصبك. إذًا بديتِ تخدم بعد ما عطيتِ الكثير، بديتِ تخدم على راسك وتبعد على كل طاقة سامة وأشخاص سامين. إذًا برج الحوت هاد الفترة غتحس بالراحة وبالطمأنينة، غيكون عندك حضور وكاريزما وأيضًا جاذبية. إذًا مميز إن شاء الله. إذًا فترة اللي غادي تهتم بالمظهر ديالك والملابس ديالك وأيضًا الجمال ديالك. لأن برج الحوت معروف ما شاء الله عليه تيجلب الأنظار. إذًا لهذا داك الشي اش عنده متبوع بالعين والحسد. أيضًا فترة اللي غادي تكون الأمور كلها على ما يرام، لكن كما قلت انتبه لأعداء النجاح وانتبه للماكرين، وأيضًا اكتم أسرارك لأن ماكرين تابعينك وحاطينك في راسهم باغي يتمناو النهار اللي يشوفوك طايح أو ساقط باش يشمتوا فيك، لكن اللي نوالك شي حاجة ربي غيعطيها ليه إن شاء الله. إذًا عندك لازم تتبع طريق النجاح وطريق الخير. وتبتعد على كل طاقة سامة وأشخاص سامين. عندك صديق غادي يفاجئك يا برج الحوت بخبر أو زيارة إن شاء الله، وتسمع الأخبار اللي غتريح قلبك إن شاء الله، لأن صراحةً عييتِ وتعبتِ وبغيتِ ترتاح، محتاج للراحة، محتاج للهدوء، محتاج للاستجمام، محتاج لحد يسمعك، محتاج لحد يتقرب لك يحنفك كما تتحنف الآخرين. لكن الله معاك، هو وكيلك. إذًا غيتيسر لك أمر كان صعب في الماضي وربي ييسر لك الأرزاق ديالك إن شاء الله. غادي يساعدك شخص مهم في حل كل المشاكل ديالك، وغادي يوضع الله في طريقك ناس طيبين غادي يساعدوك ويدعموك إن شاء الله. إذًا هاد الفترة عندك في تواصل مع أشخاص من خارج بلدك، البعض منكم. إذًا غيكون الخير بيناتكم والفائدة والنفع. أيضًا انتبه هاد الفترة غتنفصل على امرأة سامة وصعيبة مسيطرة. إذًا تتسحب طاقتك واستفز الطاقة ديالك. إذًا غادي تزيحها من طريقك. يعاود البعض منكم سواء امرأة سواء صديق أو سواء صديقة سواء بعض منكم ربما بعض النساء اللي تتكون قريبة منك ربما تكون الحبيبة بالنسبة للرجال. إذًا كل واحد على حسب الوضع ديالو. إذًا عودة حبيب غائب من برج العقرب، إذًا أو الحوت أو الأسد أو الثور أو السرطان، وأيضًا الجوزاء. إذًا برج الحوت
أيضًا عودة غتنفصل إذا كنت رجل غتنفصل على امرأة سامة، وإذا كنت امرأة غتنفصل على رجل سام مسيطر عنيد نرجسي مريض غتزيح استنفد الطاقة ديالك، إذًا غتزيحو من طريقك إن شاء الله. إذًا عندك اتصال غيفرح قلبك، اعتراف بحب وعلاقتك بالحبيب غتزاد، علاقاتك العاطفية غتكون مستقرة رغم أن بعض المشاكل، لكن إن شاء الله غتكون أنت الأقوى وأنت المنتصر، غتكسب قضية وعندك غادي يرجع لك الحق ويرجع لك الاعتبار يا برج الحوت بعد ظلم السنين. إذا ربي غينجيك من شر شخص قريب منك وغادي يبعدو الله عليك، رغم أنه كان شخص أداك بالكلام ديالو وضايقك، لكن ربي له بالمرصاد إن شاء الله. أخبار غتبشرك بالخير، إذا أنت تخصك أنت شخصيا وتتخص الأسرة ديالك أيضا. إذا جهز نفسك واستعد لاستقبال نعم الله يا برج الحوت. إذا هذه الفترة مال إن شاء الله، وأيضا أنت محتاج باش كنتي في أزمة محتاج للمال وربي غادي يعطيه لك إن شاء الله. عندك شفاء بعد عياء وتعب، وأيضا حاجة مقضية لك قريبا إن شاء الله. أمورك إن شاء الله غتكون على ما يرام، غتودع القلق والتوتر والهموم إذا إلى فرحة وانتصار وابتسامة عريضة. ربي غادي يفرح قلبك ويبعد عليك الشر إن شاء الله، ويقرب لك كل حاجة كانت بعيدة عليك. إذا لكن لازم تنتبه إلى الصحة ديالك، وأيضا في حد قريب لك تيبغيك، غادي تكون بيناتكم علاقة وتوطيد هاد العلاقة ديالكم إلى خطبة أو ترسيم هاد العلاقة إن شاء الله. إذا حياة جديدة، وإذا حاول تركز على بعض الأمور اللي تجيك إشارات ربانية. إذا كان حياتك كان أولها صعب، لكن في آخرها غتكون خير وبركة وتيسير. إذا ركز على حياتك وانتبه للحساد والماكرين، لأنهم حاسدينك وغيرين منك. عندك سفر فيه الخير أيضا، ولقاء أشخاص من مدة ما شفتيهمش. إذا تحول كبير أيضا اللي ظلمك واللي خذلك غادي ياخذ ساعين إن شاء الله. العدالة الإلهية معك، وربي غادي يرجع لك الحق ديالك، وتشوف عدوك ربي غادي يسقيه من نفس الكأس إن شاء الله. إذا لأن صراحة خلاو انظلمت كتير وتألمت وتكسرت وعشتي أنواع أنواع السحر الأسود. إذا المدفون وأيضا المرشوش، وعاملين لك طلاسم في ملابسك وبصورك. إذا غتشوف هاد الفترة العدو ديالك بعينك تياخد الحساب والعقاب. انت عارف، كل واحد فيكم عارف عدو ديالو، ولا ما عرفتيش عارفو غادي يبان لك وغتشوفو إن شاء الله. بعض منكم غيشوفو مباشرة أو يشوف العمل اللي تعمل ليه في هاد الفترة. إذا برج الحوت فترة أسبوع مليء بالمشاعر والخير والحدس العالي والإلهام. وهذه الفترة غادي تبتعد على كل طاقة سلبية والأشخاص اللي كسبوا لك الهموم والمشاكل. إذا أبشر يا برج الحوت، وصلي على محمد وعلى آل محمد. النصر حليفك يا برج الحوت. أيضا عندك حب ورجوع ولم شمل الحبيب من الماضي، عنده هصة ومقهور وخايف لا تضيع له من يدو. إذا البعد ديالك عليه مألم وجارح قلبه. إذا انت يتمنى بالليل بالنهار يرجع، لأن من اللي بعد منك عرف قيمتك. إذا برج الحوت هذه الفترة فترة اليقظة وفترة الصحوة وفترة وضع النقط على الحروف وتحديد الأولويات. غادي تعتمد هذه الفترة أكثر عقلانية وأكثر ثقة بالنفس وأكثر طموح
وأكثر شجاعة وكاريزما وحضور كما قلت، وأكثر اهتمام بالأمور المهمة في حياتك، بالصبر والصمود والتركيز والدبلوماسية والإصرار والعزيمة غتوصل رغم أنف الحاقدين والحاسدين. إذا برج الحوت عندك تحقيق أمنية، مال في الطريق ديالك، شخص انتبه إلى شخص قريب منك نيته غير سليمة. أيضا عندك مفاجأة، و لكن كاين بعض الأشخاص مراقبينك باغي يفاجئوك بالحقد وغل، بغي تيتآمروا عليك، باغي يوقعوك في مشاكل. انتبه يا برج الحوت. إذا عندك نصرة وانتصار إن شاء الله، ربي غيجبر بخاطرك. عندك بعض منكم عندكم طاقة سلبية عاملة لك عوارض وعاملة لك عكوسات ومشاكل مع أهل البيت. إذا ربي غيسهل أمورك، إمضاء عقود إن شاء الله، عقد عمل وعقد شراكة أو عقد زواج، أيضا عقد عمل جديد، أو عقد أيضا تغيير عمل. بعض منكم إذا أموركم كلها غتكون على ما يرام يا برج الحوت. إذا انتبه من شخص قريب منك ناوي لك على غدر، أو ناوي لك على تحقدك وحاقدك وغيور منك. إذا أيضا حبيب راجع، لكن بعض منكم نيته ماشي سليمة. عندك تحقيق أمنية، مال في الطريق ديالك. إذا النصر على الأعداء، ربي غيجبر بخاطرك. إذا عندك أيضا ربي غيسهل لك الأمور اللي كانت مستعصية في الماضي، عقد عمل وعقد شراكة وعقد ملكية أو عقد أيضا عمل جديد أو وظيفة أو شهرة. أمور كلها غتكون للأحسن في كل معطيات، جميع المعطيات الحياة ديالك في تحسن وعلو إن شاء الله. أيضا انتبه لبعض منكم من التسرع بعض القرارات، أيضا وفضيحة لشخص ظلمك وخذلك. عندك حسد شديد يا برج الحوت. إذا انتبه خاصة في الرزق ديالك وفي في البيت ديالك. بعض منكم عندكم كما قلت طاقة سلبية، وعندكم عوارض نتيجة لأن كان عندكم المس أو عين أو قرين من الأسحار والعين. إذا عمل لك مشاكل ونحوسات مع أهل البيت. إذا رقي نفسك وحصن نفسك. أيضا برج الحوت هذه الفترة امرأة اللي عملت لك السحر غتسمع الأخبار ديالها بالهلاك المبين إن شاء الله. دعواتك صابتها بكل الألوان المرض، يعني هلاك حتى الموت غتشوفها هذه الفترة. غتسمع الأخبار ديالها وغتشوفها تاخذ الحساب والعقاب. إذا فك الكرب يا برج الحوت، وربي غيحول الهموم ديالك لأفراح ومسرات. أيضا عندك خبر غيفرح قلبك وكشف أسرار، غتعرف اللي آذاك واللي ظلمك إن شاء الله. أيضا بعض منكم عندكم فراق من شخص على شخص عزيز على قلبكم. إذا مفاجأة سعيدة وأخبار، وأيضا أشياء إن شاء الله ربي غيعلي درجتك وغادي يعوضك على كل حاجة ضاعت لك إن شاء الله. خطوات مهمة وأمور كثيرة لحياتك. أبشر يا برج الحوت، وصلي على محمد وعلى آل محمد. إذا برج الحوت هذه الفترة رسالة إلهية تتبين لك أن الله معك، تيبغيك وغادي يعوضك على كل ضاع لك، كل حاجة ضاعت لك. إذا انتبه لإشارات ربانية، بعض الأشياء غتجيك في الرؤية أو في المنام غتأكد لك أن الله غيساعدك وغيدعمك وغيجازيك على الصبر ديالك. وأيضا غادي يعوضك على كل حاجة ضاع لك وياخذ لك حقك ويرد لك الاعتبار، وغادي تشوف اللي ظلمك وخذ لك تيسقيه بنفس الكأس. إذا هذه الفترة طاقة، ودع الخوف وودع القلق وودع التوتر والعصبية إلى خير وبركة. أيضا هذه الفترة الطاقة السلبية واصلة بالأبناء ديالك، لأن عندك حسد وأسحار كانت عندك، هذه خلات أثر ديالها في البيت ديالك وأهل البيت ديالك. لازم ترقي نفسك كما أقول. إذا خبر مهم، وأيضا انفراجات وطاقة إيجابية وفرص ذهبية. إذا لازم تستغلها يا برج الحوت. إذا انتبه، امرأة ماكرة
قريبة منك تتبين لك الحب وهي غدارة ماكرة. أيضا كما قلت عندك خير إن شاء الله، ربي غيجبر بخاطرك ويعطيك كل حاجة تمنيتها يا برج الحوت. إذا انقلاب قوي في حياتك. أيضا غتنظم الأولويات ديالك، تهتم بالدرجة الأولى بالمال والمهنة أو العمل، لأن هدفك الاستقرار وراحة البال. أيضا غادي تهتم بالأسرة ديالك والأبناء ديالك، غتحاول توضع حلول لكل المشاكل العالقة. أيضا غادي من الناحية العملية غتضبط الأمور ديالك، عندك ترقية ومنصب وأيضا علو شأن وشهرة بالنسبة لبعض منكم، غتجني ثمار الأعمال ديالك. أيضا كما كانت العراقيل والمشاكل غتغلب عليها برج الحوت، أيضا غتجني ثمار الأعمال ديالك، مكاسب مالية ورزق وفير. هاد الفترة غتخرج من العجز اللي عندك والديون اللي كانت عندك إلى انفراجة إن شاء الله مالية. إذا غتحاول تحسن هذا الوضع المالي للأحسن بطريقة قوية إن شاء الله. أيضا غادي تكون علاقاتك العاطفية مستقرة مع الشريك بعد التوتر والقلق، لكن غتحاول تنهي كل الخلافات العالقة بطريقة هادئة أو طريقة دبلوماسية إن شاء الله. حب جديد ورجوع ولم شمل والتخلص لبعض منكم من بعض العلاقات السامة، أو شخص نرجسي وعنيد وماكر متلاعب غتزيحه من طريقك. فترة الهدوء وفترة ترتيب الأمور، أيضا الفترة اللي غادي تغربل من طريقك الماكرين والمخادعين وكل طاقة سلبية. أيضا غتنتبه لطاقة الإرهاق والعياء والتعب. حاول توازن ما بين العمل ديالك والنظام اليومي لك للصحة ديالك وأيضا للراحة النفسية، لأن محتاج حقك صراحة الاستجمام والراحة. أيضا لازم توازن، تشوف تنظم الأكل ديالك وتنظم النوم ديالك وأيضا الأوقات العمل ديالك، باش تكون أمورك على ما يرام. إذا برج الحوت حان وقت جني ثمار الأعمال ديالك، وأيضا وقت العلو والسيطرة على الأمور بعد ما عانيت من عكوسات ومشاكل ووقف الحال. إذا ربي غيجبر بخاطرك ويعطيك كل ما تمنيتي إن شاء الله. إذا ربي غادي بعد عليك الخبيثين والماكرين وغيوضع في طريقك ناس طيبين إن شاء الله. غادي تشوف الخير والبركة والتيسير، ربي كل الخير اللي درتي كل الكرم وطيبة القلب غادي يلقيه لك الله إن شاء الله، وغادي تكون في الصدارة وتحقق نجاح باهر. ربي يسعدك ويعطيك كل ما تمنيتي. لا تنسوا الدعم والاشتراك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء وشكرا لكم.